كنت بتكلم مع حد معايا في الشغل فقال لي طب يا يوسف احنا هنفضل نعمل كده لحد امتى؟ قلت له لحد ما نجيب جون. وبعدين سرحت كده بقى، هو بجد لحد ما نجيب جون؟ طب ما احنا لو جبنا جون ممكن ما يبقاش كسبنا، ممكن نبقى تعادلنا، ما لو جبنا جون ممكن الجون ما يبقاش كفايه، فلحد ما نجيب جون ولا لحد لما الماتش يخلص؟ فرجعت لدي بقى 90 دقيقه بيدوهم للعيبه الكوره، مطلوب من اللعيبه كلهم يجروا الملعب من اوله لاخره مره ولا اتنين ولا تلاته، 17 ولا 18 ولا 20، 3000 مره ولا كام مره، مطلوب يجروا لحد ما يجيبوا جون. لا مطلوب يجروا لحد ما يجيبوا جون والشوط يخلص، ويجروا لحد ما يجيبوا جون والشوط الثاني يخلص، ويجروا لحد ما يجيبوا جون والوقت الاضافي يخلص. هيجروا ويحاولوا ان هم يجيبوا جوان لحد ما يموتوا او الماتش يخلص. فاحنا في البيزنس كده وفي الشغل كده، احنا مطلوب مننا نجري عشان نجيب اجوان لحد ما الفوره تخلص، لحد ما الماتش يخلص. وماتش البيزنس ما بيخلصش بقى، بيخلص بحياتك، بيخلص بان البيزنس ده يكون خلص وانت بتعمل حاجه ثانيه اكبر منه، بيخلص بان يكون حياتك انت خلصت. فما فيش حاجه اسمها انت هتجري لحد ما تجيب جون. انت جبت جون، مين اللي قال لك ان كسبت؟ ان الجون يكسب، ممكن جونين يكسب، وممكن 3، وممكن 10، وممكن هاتريك، ممكن زي كريستيانو لعب 1000 مباراه ولسه ما خلص، وكل ماتش مطلوب منه طول ال 90 دقيقه بتوع الماتش يفضل يجري طول ال 90 دقيقه لحد ما يجيب جون. طب يجري ويجيب جون ويقعد؟ لا، يجري لحد ما ال 90 دقيقه يخلصوا ويكون جاب اجوان. احنا في ماتش، احنا زي الماتش بالظبط، احنا هنفضل نجري لحد ما ال 90 دقيقه او 90 سنه او ايا كان بقى يخلصوا ونجيب اجوان. يعني هو مش لما نجيب جون هنبطل. السلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس تحت، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.